السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معانا سقوة النهارده وهي الشاي بليمون. الشاي بليمون طبعا لازم تعتمديه في اوقات لما تحسي فيه خنفرة او تحسي ان الجو عمال يبدل ما بين الحر والبرد، فلازم كوقاية تستعملي الشاي بليمون. تغلي معلقة شاي على لتر مية او معلقتين شاي كبار على لتر مية، ولا بعد ما يبرد خالص تضيفي لهم الليمون. ده مهم جدا للفراخ، بيرفع رفع مناعة قوي جدا، مضاد للإسهال لو في أي نوع من الإسهال من أنواع الإسهال، وكمان بيخفف الإجهاد الحراري عند الفراخ. وبيعزز كمان الهضم، وبيزود شهية الفراخ وطارد للسموم. فكمية فوائد رهيبة في الشاي بليمون، وده طبعا بيساعد في زيادة وزن الفراخ وحمايتها من الأمراض. ده وقاية، ان هم لو داخلين على برد او حاجه بتبقى وقايه ليهم. طيب الشاي بليمون بيعالج كل انواع الاسهال زي ما قلنا، الاحمر والبني والابيض، فهو مفيد جدا. طب الليمون بيعمل ايه؟ الليمون بيقوي المناعه عشان هو مصدر فيتامين سي، اصلا احنا بني ادمين كمان بنستعمله وكده. والشاي كمان مضاد اكسده. الخليط ده بيساعد في تحسين وظائف الامعاء عند الفراخ، وبيقاوم البكتيريا الضاره. بيساعد في مقاومتها. كمان بيقلل الجهاد الحراري زي ما قلنا عند الفراخ. كمان ممكن نزود عليه نعناع، لان النعناع بيعالج مشاكل الجهاز التنفسي والهضمي. فبنجيب الشاي اهو زي ما انتم شايفين كده، انا جايباه غاليه الشاي، كنت حاطه عليه ليمون كمان بعد ما برد ورجعت زودت عليه ليمونه كمان. الافضل كمان انك تحطي ليمون بقشره وقت ما تحطيه عليه شويه، بس طبعا انا ما حطيتوش عشان ما يكتمش السقيع عندي، بس ممكن لو هتركنيه شويه تحطي الليمون، الفايده بتبقى اعلى واعلى. عصرت الليمونه على الشاي وحطيت لي الفراخ وحطيت لي الحمام وحطيت لي الفراخ البلدي وحطيت لي كل انواع الطيور اللي عندي. بحط قد ايه؟ ربع كوبايه على اللتر. طبعا السقايه دي زي ما قلت لكم دي نص لتر، انا زودتها بعد كده وخليتها لتر، بس اللي كان اليوم ده ده سقايه نص لتر. وهم صغيرين بستعملهم السقايه نص لتر خلصوها. بحب اجدد الميه على طول الوقت، ما بحبش اطول قدامهم الميه مده طويله. بحط لهم السقايه لتر امتى؟ بحطها لهم بالليل على ما اجي لهم بقى تاني يوم الصبح بيكونوا شربوها. وطبعا زي ما احنا شايفين الفرشه قدامنا اهو ناشفه طول الوقت، الجير والتبن، عشان اهم حاجه الفرشه لو متظبطه مع التهويه والتدفئه، اي اعشاب هتحطها لهم، اي حاجه هتحطها لهم هتفيد معاهم. لكن طبعا لو الحاجات دي مش متظبطه مهما تعملي لهم، لو جبت لهم ادويه ايه مش هيظبط معاهم ولا هيفرق معاهم خالص. زي ما احنا شايفين كده الفراخ ما شاء الله لا قوه الا بالله حيوتها كويسه. والجو ابتدى يتظبط، صحيح بقى برد شويه بالليل بس ماشي الحال الحمد لله. زي ما قلت لكم الفرشه زي ما دايما تبقى ناشفه زي ما انتم شايفين كده في الفيديو. العلف برفعه ساعه كل يوم، بعمل لهم ساعه تجويع، وهعمل لكم فيديو تاني عشان اقول لكم فوائد الساعه التجويع دي ايه. وكمان بيبقى فيه ساعه كمان اظلام، بس طبعا ساعه الاظلام دي بتبقى في الصيف بس مش في الشتاء. ما ينفعش في الشتاء ان احنا نعمل الاظلام، علشان اصلا هم بيتدفوا من اللمبه زي ما قلنا قبل كده، فما ينفعش ان احنا نضلم عليهم الدنيا علشان ممكن يبردوا. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم. دمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.